اهلا بيكم في جولة جديدة في العتب وخاصة في شارع الازهر، والمرة دي جايبه لكم مكان تقدروا تشتروا منه كل حاجة ليها علاقة بفن المكرمية والكروشيه. فتعالى اقول لكم الاول ازاي انا رحت. انا ركبت المترو ونزلت محطة العتب، حودت اول حودة يمين لحد ما وصلت لكوبري الازهر، وعديت الطريق لقيت كل المحلات اللي هوريها لكم في الفيديو دلوقتي، وهقول لكم ايه احسن اماكن انا رحتها واشتريت منها، وكمان الخامات اللي انا اشتريتها عملت بيها ايه. كل ده هوريه لكم في اخر الفيديو. كل المحلات اللي انا هوريها لكم دي قصاد رجب العطار تحت كوبري الازهر. فتعالوا ناخد جولة سريعة كده في المحلات الموجودة هناك، واوريكم الخامات الموجودة الخاصة بشغل الهاند ميد. هتلاقوا هناك محلات كتير، منها شركة البني هاشم والاشراف والشركة المصرية ومحلات تاني جنبيهم. عايزة اقول لكم ان في خامات كتير مشتركة بين المحلات، لكن بصراحة كل محل موجود هناك مميز عن التاني. حاولت اصور لكم على قد ما اقدر ايه الموجود في المحلات. هتلاقوا احزمة باشكال والوان مختلفة زي ما انا مصورها لكم كده، وكان في منها الوان واشكال كتير. كمان الطارات بتاع المراية كان في منها بالمراية وكان في منها سادة. طبعا الاحجام هناك هتلاقوها مختلفة، هتلاقوا منها اشكال مدورة واشكال مربعة، وهتلاقوا منها الخشب والمعدن. كمان خيوط المكرمية، المجدول والمحلول القطن والكردون وعصيان المكرمية كانت موجودة هناك، المكرمية الجدارية بمقاساتها المختلفة. وكل الحاجات دي كانت موجودة في الشركة المصرية، وده اكتر مكان دخلته كان مميز جدا بصراحة، وكان فيه حاجات مختلفة عن كل المحلات اللي دخلتها في الشارع ده. وهو اكتر مكان شفت فيه الوان مختلفة جدا للخيوط، وكمان موجود عندهم الخيط الصوف بانواعه. المعدن بتاع السلاسل كمان هتلاقوه هناك، والميداليات. عايزة اقول لكم ان كل حاجة ليها علاقة بفن المكرمية او الكروشيه او الطارات الهاند ميد ومناديل كتب الكتاب والحاجات دي كلها الخامات بتاعتها هناك. هتلاقوا كمان المعادن دي اللي احنا بنعمل منها الميداليات المكرمية. اكتر مكان حرفيا شفت فيه الوان مختلفة، والخامات عندهم كويسة جدا. كل الحاجات اللي انا اشتريتها او اغلب الحاجات اللي انا اشتريتها كنت شارياها من الشركة المصرية وشركة الاشراف. بصراحة دول اكتر مكانين انا اشتريت منهم. كمان في العلاقات دي اللي طبعا بيعملوا بيها بالخيوط وبيبقى اشكالها حلوة جدا. وكمان هناك المكان لو انتوا حابين تبدأوا في المشروع، في ناس هناك كمان عندها معلومة يعني تقدر تساعدكم. اعتقد ان انتوا لو دخلتوا الشركة المصرية دي هتقدروا تجيبوا كل اللي انتوا عايزينه من مكان واحد بس. كمان الحاجات اللي مش موجودة عندهم يقدروا يدلوكوا على اماكن تانية. انا كنت محتاجة الفرشة اللي احنا بنسرح بيها الخيط، ودلوني على مكان اللي هو بيبيع القطط والكلاب ده، واشتريت من هناك فعلا الفرشة. وعايزة اقول لكم ان كمان كان عندهم كل الحاجات اللي انتوا عايزينها لشغل المكرمية، او لو انتوا محتاجين الصوف او محتاجين حاجات للتطريز، كل الحاجات دي هتلاقوها هناك. والخيوط طبعا انواع كتير جدا، يبقى ابحثوا واعرفوا الانواع والحاجات اللي انتوا تحتاجوها. دي حاجات انا اشتريتها من عند الشركة المصرية، وكانت اسعارها حلوة جدا، وكمان الخامات بتاعتهم نظيفة جدا. تعالوا بقى اقول لكم الخامات اللي انا اشتريتها دي عملت بيها ايه. الحقيقة ان انا استخدمتهم في كذا حاجة عندي. عملت من الخيط المجدول مكرمية جدارية، وعملت من الخيط المحلول المراية. وعايزة اقول لكم ان دي كانت اول تجربة ليا، فتعالى اوريهولكم. دي المراية اللي كنت عاملاها بخيط المحلول، كان 3 مللي. عايزة اقول لكم ان هي طلعت حلوة جدا بصراحة، وبالنسبة لي كانت اول تجربة، فكنت حاسة بصراحة ان هي كويسة يعني مش اوحش حاجة. كمان عايزة اقول لكم ان انا استخدمت الخيط المجدول وعملت المكرمية دي. عايزة اقول لكم ان التجربة كانت لذيذة جدا بصراحة. وبس كده، دي كانت جولتي النهاردة. يا رب تكونوا استمتعتوا واستفدتوا.